ای فرد های قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مثل دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را کوی سرفی و شیران بابا خوی نفسی بکن تاجی جیهان بابا خوی نفسی بکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا حسان دکا بیشن چه مواد هفته خواست؟ او درجه خانم خاکی کامل یه نعافینه سکته و خواهینه سیاست نداره دکا چارستر نگر چه تیرکش رو برگی فرمون سارون ام دکارن به حسانی هر کسی که العفو نماید آنجی بگره عفونه بستخده بون و ایخانتی قربان کنه چه بسره و حاکیم؟ تناولك بالطار بوبو تناول؟ بوكر تناولك بالطار سريع دارو آرام به اینه که حرام به
ريهان خاسر من تأليف أحمد إسماعيل، إخراجي أنا خوشناف زازو، معي ممثلين علاء الشيخ وماري الخوري. وهل نقودك جاهزة؟ وعقد البيع أيضا جاهز يا لقمان. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. في حلقة اليوم سنتناول هموم المسرح والكتابة وقضايا أخرى. أرحب باسمي وباسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا بالكاتب أحمد إسماعيل أحمد. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، يا أهلا وسهلا. طبعا شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، شكرا لك أستاذ خورشيد، والشكر موصول لقناتكم هيف تي في. كل الشكر. سعيدين جدا بلقائكم. أود أن أشكر كذلك الكادر الفني الأستاذ عبد الباقي الحسيني والآن سفدو حسين من اللي هن معنا من وراء خلف الكواليس. اللي أحب أن أنوه أيضا أعزائي المشاهدين بأنه ستنضم إلينا الكاتبة المسرحية المصرية الأستاذة صفاء البيلي اللي تدلي بشهادتها أيضا بخصوص الأستاذ أحمد. بداية سأتطرق باختصار لبعض الأعمال أستاذ أحمد. القاص والكاتب المسرحي أحمد إسماعيل، مواليد قامشلو سنة 1961، تخرج من معهد دار المعلمين سنة 1983. نشر العديد من القصص والمسرحيات والدراسات المسرحية في دوريات محلية وعربية. شارك أيضا في العديد من الندوات المسرحية داخل سوريا وخارجها كالعراق، الأردن، الجزائر، إمارات، تركيا وغيرها، ونال العديد من الجوائز الأدبية في مجال القصة والمسرح، كجائزة الشارقة للإبداع العربية عن مجموعته القصصية رقصة العاشق سنة 2000. أيضا جائزة ثقافة الطفل العربي الإمارات العربية المتحدة عن مسرحية الحق للمنيع سنة 2001. جائزة الهيئة العربية للمسرح سنة 2010 عن مسرحية الطائر الحكيم. صدر للكاتب للكبار مسرحنا المأمول سنة 1997 عندما يغني شمدينو سنة 1999. رقصة العاشق سنة 2001. أهلا جحا مموزين مسرحيات دال سنة 2009 ليل القرابين مسرحيات قصيرة سنة 2019. تشريح الخيانة مقالات ثقافية وسياسية عن دار الزمان للنشر سنة 2021. وكذلك للأطفال توبة الثعلب جراب البدريسي البرزاني سنة 2003. الحقل المنيع أيضا 2003. الثغرة مسرحية للفتيان سنة 2004. حكاية الأشقياء الثلاثة سنة 2009. أحلام الحمار الكسول سنة 2010. الطائر الحكيم سنة 2010 أيضا. مملكة المسرح مبادئ أولية للأطفال سنة 2012. جراب البدليسي وقاضي محمد وتاج الذهبي سنة 2013. ياقوت وشجرة التوت قصة للأطفال سنة 2020. ما شاء الله أستاذ أحمد، الكثير من الإبداع ومهرجانات وجوائز يحتار المرء أحيانا من أين يبدأ. حسنا، سأبدأ من التالي. دخولك عالم الكتابة جاء متأخرا نسبيا، هل ترى الكاتب ينضج عندما يتأخر؟ لنبدأ بهذا السؤال. طبعا مساء الخير لك ولكل المتابعين، وأتمنى أن نقضي هذا الوقت فائدة كبيرة لي ولكم.
دخولي نعم كان متأخر نسبيا بالنسبة لمن دخل إلى عالم الأدب بالعادة يدخلون في العشرينات. أنا مضى أو أصبح عمري فوق 30 حتى بدأت أكتب. كتبت أول قصة في حياتي كانت هي قصة عن مجزرة حلبشة بعنوان الطائرات وأحلام السلوك. طبعا سأروي هذا فيما بعد. لماذا تأخرت؟ أسباب قد يطول شرح هذا الموضوع. نعم تأخرت لأسباب كثيرة، لأنني لم أكن أنوي الدخول إلى عالم الأدب، وإنما أقحم أو دخل بسبب حلبشة. يعني حلبشة هي التي وضعت القلم في يدي ودفعتني إلى هذا العالم وهذه الجمهورية العجيبة التي اسمها جمهورية الأدب. بالنسبة للشق الثاني لسؤالك عن نضوج التأخير وعلاقته بالنضوج، نعم يفضل أن يتم تأخير ليس الكتابة بقدر النشر إلى أن تتم أن يتم نضوج الكاتب، يتأكد من أدواته، من معرفته، من إمكانياته، حتى يستطيع النشر بثقة أكثر. طبعا هنا لا، هذا الكلام ليست قاعدة عامة، يتم استثناء كتاب كبار دخلوا إلى عالم الأدب وبشكل ناضج وأخذوا جوائز وكتبوا أعمال خالدة وكانوا في العشرينات. إنما يفضل التأخير لنضوج أكثر. شكرا. سؤال يراودني، ما الذي أخذك إلى عالم المسرح وخاصة مسرح الأطفال؟ وكلنا يعلم أن لا اهتمام في بلادنا بمسرح الطفل، بل وحتى بالطفل للأسف. والله هي ورطة، نعم هي ورطة كبيرة وغير هينة، ولكن ورطة جميلة. يعني الدخول إلى عالم المسرح توريطة كبيرة ولكن ورطة جميلة، والذهاب إلى مسرح الطفل هي الأجمل في هذا الاتجاه. أنا ذهبت إلى المسرح أريد أن أروي قصة أو التجربة الذاتية التي حدث معي، ليست للمعرفة بقدر لمعناها التربوي. أنا كتبت، يعني ذهبت إلى المسرح، كانت البداية عندما كنت طفلا صغيرا. في هذه المرحلة كان أبي رجل عفوا كان هناك اجتماع حزبي في بيتنا. كان أبي ينتسب إلى حزب البارتي. كان الاجتماع في نهاية الستينات. طلب والدي من والدتي أخذ أخوي وأن أبقى أنا كي أساعدهم. أثناء ذلك في الليل تم قرع الباب بشدة. حدث أن كانت جارتنا طبعا، فذهبت، طلب مني أن أذهب إلى فتح الباب وتم إطفاء النور وذهبت. كانت جارتنا وكانت امرأة فضولية. فتحت الباب، سألتها، قالت لي من في بيتكم؟ هذه الأصوات ودندمة الرجال. قلت لها لا أحد في البيت، كلنا نيام. سأكرت السؤال، فبدأت أنا أدفع الباب وهي تمد رأسها لتعرف. قلت لها نحن هناك عائلة، بيت عمتي في البيت، لكنها أصرت، قالت لي بهذا الشكل أنه كل هذه الأحذية هي لبيت عمتك وكلها للرجال. المهم قلت لها نحن نيام، ومثلت دور النام وقلت لها خالي والله نحن نيام يعني، وسكرت الباب ورجعت. فرجوعي كل رفاق أبي كانوا صامتين، وفجأة بدأوا يبتسمون وأثنوا علي أنه أنا مثلت وكنت ذكي. لاحظ هنا هذه النقطة التربوية، تم الثناء والمديح وسموا هذا بالتمثيل. قالوا لأبي إسماعيل ابنك ممثل، أوه عظيم. فظلت هذه الشغلة في ذاكرتي، المسرح، الذكاء، المديح. كبرت، أصبح عمري، توفى والدي باكرا وأنا في الصف السادس، في السابع، الثامن.
جاء مخرج شاب مسرحي إلى المدرسة، طلب أطفال كي يشكل فرقة مسرحية، وأنا بعشق إلى المسرح رفعت يدي، ذهبت لكي الاختبار. أثناء الاختبار لخجلي الشديد، وأنا كنت لصغري وحتى شبابي وحتى فترة قريبة كنت خجولا بشكل غير طبيعي. هذا المسألة طلب مني أن أمثل، ووقفت أمامه صامتا بسبب الخجل، فطردني. نعم، قال لي أنت لا تستحق أن تكون ممثل، وجئت ولا تعرف التمثيل. وأنا في داخلي عوالم فظيعة خرجت، وأنا بحالة خيبة فظيعة. هذا الموضوع أين دفعني؟ على مبدأ إدلر. لاحظ أيضا أحبطني، لم أعد أفكر بالتمثيل بالمطلق. هناك المديح لطفل جعلني أحب المسرح، آخر حطمني قال لي كلمة قاسية جعلني أهرب من المسرح. لاحظ دورة ثناء للأطفال. فبدأت على مبدأ إدلر التعويض على النقص، ذهبت إلى الكتب المسرحية وبدأت أقرأ مسرح ودراسات. وأتذكر نص لتوفيق الحكيم، أول نص قرأته، وإلى آخره، إلى أن قرأت مسرح. ذهبت إلى مسرح الطفل. نعم يا سيدي، ذهبت إلى مسرح الطفل. بداية كان السبب هو أنه بدأت أكتب في مدرستي بحكم وجودي كمعلم في المدرسة. بدأت أكتب للأطفال لمدرسة، والمسألة بدأت عادية، ثم بدأت أكتب لنصوص عروض، وأخرجت عروض، فوجدت ثناء فظيعا كبيرا مهما. بدأت أكتب نصوص الأطفال. كانت المسألة مسألة وظيفة، مسألة حالة تعبير وقت فراغ، رغم عشقي لم أفكر بالكتابة. ثم بدأ كتابتي لمسرح الطفل الآن، أو عندما بدأت أكتب بشكل جدي قبل العشرينات، قبل 2000، بدأ الموضوع يأخذ أهمية كبيرة عندي، أنه يجب أن نبدأ من الطفل، لأهمية الطفل، لأنه الركيزة الأساسية، لأنه الثروة الأساسية، لأنه المنطلق، لأن ما يوجه الطفل يتم ترسيخه وتأسيس له. هذا هو السبب. أحييك نعم. أحييك، خطوة مباركة، أحييك. لنعد إلى شكسبير. له قول يقول: أعطني مسرحا أعطيك شعبا. ويؤكد كل من يعمل في المسرح وللمسرح على مضمون هذا الكلام. وهذه الصفة أو الخاصية لم تمنح حسب علمي لفن آخر غير المسرح. وبهذا الاتجاه أذكر إنك تحدثت في مقابلة لك عن دور الجمهور في المسرح، ثم منحت جمهور المسرح الكردي تحديدا دور البطولة. السؤال: ترى أية بطولة في حضور الجمهور العرض المسرحي؟ ثم ماذا عن بطولة الفنانين الكرد في رجابي كردستان؟ نعم، بالمناسبة قبل أن أعرج على موضوع الجمهور الكردي والممثل الكردي، أريد أن أتحدث عن مسألة دور الجمهور في العرض المسرحي. مسرح بلا جمهور ليس مسرحا بالمطلق، ولا يمكن تصور مسرح بلا جمهور. هنا بعض الناس فهمت الكلمة أو هذا المبدأ على أساس أنه يجب أن يكون هناك جمهور أمامك، يعني بشكل ساذج أن يكون هناك أمامك جمهور وتمثل له، يعني وجود المادي للجمهور، مجرد حضور. المسألة أبعد من ذلك بكثير جدا. المسألة لا تقف عند حضور المادي الناس في الصالة أو في المسرح. المسألة يجب أن يكون الجمهور حاضرا في العرض المسرحي، والنص المسرحي يجب أن يكون حاضرا كهم، كقضية، بكل أشكاله، لأنك بكل بساطة تقدم لهذا الجمهور ما تقدمه من عرض يقدم للجمهور، للناس. ومن المطلوب أو من الضرورة أن يحترم أو بداية على الممثل أو الفنان المسرحي أن يحترم هذا الجمهور. هذا رقم واحد، أن يفهمه. يعني أنت تقدم لأناس، لجمهور،
إذ كنت لا تفهم هذا الجمهور، طبيعته، وضعه، ظرفه الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، تاريخه، فأنت تقدم لشيء مجهول، يعني وكأنك تقدم لنفسك. فمن الضرورة أن تقدم لمتفرج تفهمه ثم تحترمه مهما كان مستوى هذا الجمهور. يعني لا يكفي أن نقول أن هذا الجمهور متخلف أو هذا الجمهور لا يفهم أو إلى آخره. يجب أن تنزل إلى مستواه، بالمعنى لا بمعنى النزول كما يفهمه الآخر النزول الأخلاقي أو النزول عفوا الوعي، لا، يجب أن تدخل بين الجمهور تفهم ماذا يريد هذا الجمهور، لأن الجمهور شريكك، ليس شريكك فقط بل هو سيدك أيها المسرحي. لأنه منذ 100 عام تقريبا أو أكثر بدأت التيارات المسرحية الحديثة تتوجه إلى الجمهور. لماذا قلت أن الجمهور الكردي جمهور عظيم؟ لهذا السبب أنه كل العروض المسرحية، كل الفرق المسرحية بدأت تتوجه إلى الجمهور، تخطب وده، تحاول أن تجذبه إلى المسرح، تقدم أكثر من وسيلة وطريقة من أجل كسب هذا الجمهور، لأنها تعرف بدون جمهور ليست مسرح. تماما مثل السياسي بدون جمهور لا شيء، يعني مجرد ثرثار، والأديب أيضا، وأي شيء، يعني الجمهور هو الحكم الأساس السيد. حتى قيل إنه هو مفتاح العرض بإيد الجمهور. سأعود إلى الجمهور الكردي. طبعا أنا بكل فخر طبعا كان لي تجربة طويلة مع الفرق الكردية، وأذكر هنا بشكل خاص ميديا وخالات بشكل أساسي، فرقة خالات فلكلورية. هذه التجربة بدأت من قبل التسعينات كمتفرج ومتابع، وبداية التسعينات بدأت كاتبا لها وحتى مدرب لفترة معينة. مدرس طبعا في دورة قم بها. لاحظت بطولة الجمهور هنا، لاحظت أي عظمة يتصف بها هذا الجمهور رغم الأمن والظروف والقهر الاقتصادي وكل هذه العوامل. كان هذا الجمهور هو الذي يذهب مسرعا باتجاه أي عرض مجرد أن يسمع عرض. لم أسمع في يوم من الأيام سوى في الأيام السابقة، أيام الرومان وأيام اليونان، أنه عرض مسرحي يحضره بالآلاف. في روجافا كانت عروض مسرحية يتم يحضرها بآلاف البشر. هنا المفارقة الذي قد يسارع أحدهم ويقول نعم حدثت، ولكن أن تحدث وعيون الأمن في كل مكان، هنا المفارقة، والناس فقراء هذه العظمة وتحضر وتشجع بهذه القوة وبهذا الحب. هنا كان أيضا وجدت فيها البطولة. طبعا كي لا أنسى، أنت سألتني عن الممثل الكردي، أو عفوا عن العروض المسرحية الكردية، عن ما قدم المسرح الكردي. نعم صديقي، أنا دائما أقول هؤلاء الرجال من حمل شعلة المسرح في روجافا كردستان، هؤلاء ليس مسرحيين بل أبطال. أنا أعرف أناس تركت أعمالها، كانت عمال. تخيل عامل يديه ما تزال لم يغسل يديه من آثار الإسمنت ومن آثار التعب، يعود من عمله ويذهب مباشرة إلى بروفا، وأيضا هو رجل فقير ماديا ومعدم، يذهب إلى بروفا رغم كل شيء، رغم التعب والفقر وحتى الجهل المسرحي، يذهب إلى هناك ولكي يقدم عملا مسرحيا لناسه. لي ملاحظات كثيرة على هذا الموضوع، وهي كثيرة جدا، على موضوع هل هم قدموا مسرح كردي أم لا. أما هم حملوا راية عظيمة يكفيهم شرفا أنهم جعلوا المسرح يتحدث كرديا، جعلوا هناك عروض مسرحية. هذا الموضوع كان في الثمانينات، أول بداية الثمانينات، وكانت هناك عروض قبل الثمانينات، عروض قليلة. في هذه الفترة في لحظة القمع قدمت عروض، الفرق الفلكلورية الكردية قدمت عروض مسرحية لجماهيرها.
بغض النظر عن الملاحظات. نعم. شكرا. نعم. أيضا في هذا السياق لدي سؤال آخر، لكن قبل ذلك أود أن أشكر كل المتابعين، كل الشكر لكم. وسنقف حقيقة مرت علي أسئلة ملفتة للانتباه، سنسعى قدر الإمكان الوقوف عليها. شكرا لكم ولحضوركم معنا. أيضا في هذا السياق، المسرح الكردي أستاذ أحمد في رجابي كورسان، هل ثمة مكان له في المشهد المسرحي السوري تاريخا وحاضرا؟ للأسف صديقي، يعني للأسف بسبب غياب الديمقراطية تم تغييب المسرح. طبعا المسرح الكردي كلمة خطيرة، لكن العروض المسرحية تم تغييب العروض المسرحية، تم تغييب النشاط المسرحي الذي يقدم بالكردية في روجافا على المشهد المسرحي السوري برمته. تم تغييبه، تم استبعاده حاضرا وماضيا بسبب غياب الديمقراطية، بسبب القهر القومي، بسبب التسلط. إذا السلطة لا تعترف بوجود شعب كردي، فهي من البديهي لا تعترف لا بأدب، لا بشعر، لا بفن، لا بمسرح كردي، وبالأخص المسرح الكردي، لأنه الفن الأكثر جماهيرية والأكثر قدرة على تفعيل وشحن وتجيش الناس. نعم، تم تغييبه بسبب غياب الديمقراطية بكل بساطة، بكل بساطة. نعم. لنعد إلى التراث في المسرح، التراث وكذلك الدرامية في التراث الكردي، إلى أي مدى يمكن الاستفادة منها؟ وهل فعل ذلك أحمد إسماعيل في نصوصه أو في بعضها لنقل؟ هلا خلينا نحكي عن التراث. نعم. التراث ليس جديدا. تقديم التراث أو الاستفادة من التراث المسرحي، عفوا التراث في المسرح، أساسا عندما بدأ المسرح من اليونان، من بلاد الإغريق، بدأ انطلق من التراث. والرائد المسرحي أسخيلوس له كلمة مشهورة يقول: إني أقنع بما يتساقط من مائدة هوميروس من فتات. يعني فتات هوميروس التراثية، ما قدمه الرجل يحوله إلى أعمال مسرحية. وقيس وكل ما قدم فيما بعد كان استفادة من التراث. طبعا شكسبير وغير شكسبير وقبله وبعده ظاهرة عالمية. حتى اليوم الناس تعود إلى التراث، تستفاد من التراث. لماذا؟ لأن التراث يقدم مواد كثيرة فيها عنصر درامي متوفر، لأنها قريبة من أذواق الناس، من روح الناس، من قلوب الناس، لأنها تصل للناس بسرعة، يعني دون استئذان تدخل إلى قلوب الناس وإلى وعي الناس. هنا الناس بدأت تعود إلى التراث. طبعا جملة من الأسباب، لكن ليس كل من تناول التراث تناوله بشكل صحيح أو قدمه مسرحيا. الخطورة أنك تعود إلى التراث وتقدم المادة التراثية كما هي، والتعامل مع التراث على إن حالة متحفية، بحالة سكونية، بحالة جامدة. نحن نعود إلى التراث كي نستفاد منه، كي نستثمر. ونحن لا نقول نقدم التراث، وإنما نقول نستثمر استثمار التراث في تقديم أعمال. لماذا؟ لأن المسرح ببساطة شديدة هو فن الآن وهنا. يعني فن ماذا؟ فن الواقع، فن اللحظة، يعني فن هذا اللحظة وهذا الواقع. ولأنه التراث ماضي، فإن من المغامرة أو من الخطأ الفظيع أن تقدم التراث كما كان. يعني تخيل أنا لو قدمت درويشي عبديه كما كان، أو حمدين وشمدين كما كانت، لا، سأذهب إلى دمر علي مثلا
وأسمعه أفضل مما أقدمه كما هو، إنما أقدمه كما يجب أو كما يناسب الواقع، كما يناسب هموم المواطن، يناسب ظروفه، وبطريقة فنية وأنتصر فيها للمسرح. بالنسبة لي أنا، لأنني أكتب بالعربية، خفت كثيرا من أن أقدم ألجأ إلى النصوص التراثية، يعني كان سبب يعني في كل شيء. لكنني تناولت في يعني ملامسات، أكثر شيء استفدت منه هو ماموزين. لكنني قدمت ماموزين، مسرحية ماموزين ضمن كتاب، وهذه المسرحية في مقدمتها الشرط أنه هي تراثية وهي تنتمي للتراث الكردي. وضحت للقارئ غير الكردي كي لا يختلط على الناس أنه هي لي أو هي من تراث آخر غير الكرد، فكان هناك اضطرار أن أوضح هذه المسألة. لكنني في ماموزين قدمت رؤية معاصرة، معالجة معاصرة، وليس ماموزين كما هو عند أحمد خاني أو كما هو في التراث، إنما قدمت ماموزين معاصرين، يعني ماموزين طالبين جامعة، اثنين طلاب جامعة يلتقون يختلفون بسبب الانتماءات السياسية وثم لا يلتقون. وأردت أن أقول إن الحزبية أفسد أجمل ما لدينا وأجمل ما في التراث الكردي هو علاقة الحب التي تتجسد في حكاية ماموزين. أفسدتها هذه الروح الحزبية أو التحزبية. هنا كان هذا بهذا الشكل تناولت في هذه المسرحية، أكثر مسرحية تناولت فيها التراث الكردي. نعم، أعيد وأكرر كل الشكر لكل من يكتب لنا ولكل من يتابعنا، وكل أمل بأننا في نهاية الحلقة سنتمكن من الإجابة على كل الأسئلة التي وردتنا. كل الشكر لكم. حضرتك أستاذ أحمد قدمت تجربة رائدة في روجافاي كورسان في مجال المسرح، طبعا التاريخ، مسرحة التاريخ الكردي، أقصد تجربة رائدة في مجال مسرحة التاريخ الكردي. وأعتقد أن التجربة رائدة كردستانية، وذلك لأنها هي التي توجهت للأطفال والتي حملت اسم جراب البدليسي، والتي كانت مسرحية البرزاني هي الحلقة الأولى منها. والسؤال الذي أود أن أطرحه هنا: لماذا العودة إلى التاريخ والواقع مليء بأحداث درامية وكبيرة، ولماذا التوجه بها للطفل تحديدا؟ هل يمكن للطفل استيعاب أحداث كبيرة كهذه؟ نعم، طبعا صار في تشعب. السؤال يحمل أكثر من إجابة، ولكن سأحاول. حابين نستغل وجودك معنا أستاذ أحمد. الله يخليك، شكرا لك. طبعا التاريخ المسرحي، عفوا التاريخ، اللجوء إلى التاريخ أيضا ظاهرة أو أسلوب قديم. وأول مسرحية قدمت كانت مسرحية الفرس، وقدمها أبو الدراما في الإغريقية أسخيلوس. مسرحية الفرس يتحدث فيها عن غزو الفرس لليونان وبطولة اليونان وطردهم للفرس من اليونان، أراضي اليونانية. لاحظ هذه التجربة الأولى، ثم تكررت هذه التجربة. وعند شكسبير أعظم وأول رائد يعني تناول في تاريخياته التاريخ بطريقة رائعة ومدرسية، يعني عفوا هي علمت الأجيال التالية كيف يجب أن يتناولون التاريخ بطريقة لم يكن متزمتا. لماذا التاريخ؟ سؤالك أليس كذلك؟ لماذا التاريخ؟ لماذا تعود التاريخ؟ أنا عندما أعود التاريخ لا أعود إلى التاريخ كي أبقى في التاريخ،
لا أعود إلى التاريخ كما يفعل البعض كي أقدس التاريخ، كي أتحصن في التاريخ، كي أتخندق في التاريخ. أنا أجعل التاريخ في خدمة الفن. أنا أتناول من منظور كاتب مسرحي، فأنا أستفاد من التاريخ. الناس تناولت هناك مثلا كما شكسبير كما غيره التعامل من السبب في تناول التاريخ. هناك ظواهر عديدة في التاريخ تتكرر دائما، يتم تكرارها في التاريخ ولا يتم الاستفادة منها ولا يتم دراستها ولا يتم الاهتمام لها. يعني شكسبير كان البطل لديه هو كرسي الملك، وكلهم كانوا يتساقطون حول هذا الكرسي. الملك وأولاده وأبناء العمومة والنبلاء، الكل كان يسقط حول هذا الكرسي. يعني كان الكرسي هو البطل عند في تاريخيات شكسبير، الحكم، الملك. نحن مثلا ككرد لدينا ظاهرة فظيعة مرعبة، هي الخيانة، تتكرر دائما في تاريخنا. لدي سؤال خاص بهذا الموضوع. لدي أيضا سؤال خاص بهذا الموضوع. أستاذ أحمد تفضل. سنتطرق إلى سنتطرق إليه. نعم يا سيدي، نعم. تكرم عليك. هناك ظواهر كثيرة في التاريخ الكردي تتكرر كثيرا، ونحن نقع فيها دائما، تتكرر. دعك من الخيانة، أخطاء تاريخية متكررة، لأننا لا نقرأ التاريخ، لأننا لا نقرأ التاريخ لا يعني أننا نقرأه كما يقرأ استصهارا أو بصما يقول أنا أعرف. قراءة يعني الفهم، الوعي، الاستيعاب. نحن لا نقرأ التاريخ، نحن لا نفهم التاريخ، نحن لا نهتم بالتاريخ، وبالتالي هذه الأخطاء تتكرر معنا دائما. هذا جانب طبعا جانب مهم. فأنا عندما أذهب إلى التاريخ وأتناوله من منظور كاتب مسرحي، يعني له شروطه، يعني أغير، أبدل، أحذف، أضيف، لكن لا أشوه. الأحداث الكبرى تبقى هي، الشخصيات تبقى هي، ممكن أن أضيف، القضايا تبقى هي، ولكن أشحن، أغير، تبديل هنا أو هناك، أضغط سنين، أحذف سنين، كل هذه من حقي. وأضيف بعض الأشياء فهمي لها، وكله بما يخدم الواقع، كله في خدمة الواقع والمستقبل، وليس من أجل خدمة التاريخ. التاريخ ذهب ومضى، لكنه متى يزعجني عندما يتكرر ويقف أمامي. أنا عندما ذهبت طبعا لتجارب، يعني لكتابات في تناول التاريخ، كما قلت لا أعرف إذا كنت تتحدث عن جراب البدليسي. تناولت في جراب البدليسي، وسميتها جراب البدليسي لأنها شرف خان البدليسي هو أول مؤرخ كردي. أنا سميتها باسمه، والجراب هي الكرك. هذه التي نضعها معنا ونضع فيها الحالات التاريخية. الأخت صفاء دخلت على الخط، يا أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ صفاء. يسعد مساكي. الأستاذة صفاء البيلي، الكاتبة والباحثة المصرية، يسعدنا انضمامك لنا. مساء الخير. مساء الخير أستاذة صفاء. أستاذة صفاء، الصوت عندك مغلق، يا ريت تفتحي الصوت. أنسي صفاء. تمام. مساء الخير. أنسي صفاء، هل تسمعيني؟ عم تسمعيني؟ صوتك ما في. أنا حابب أستغل ريثما الأنسة صفاء تتمكن من حل مشكلة الإنترنت. اليوم عادة كنت أتواصل معها أثناء، يعني كتابيا كنا نتواصل أنا وياه عن طريق الكاتب أحمد إسماعيل. اليوم اتصلت فيها هاتفيا، فردت علي قالت مين حضرتك؟ أنا خورشيد كذا، بدنا ننسق بخصوص المقابلة. فقالت
ردت علي يعني كسر أفشي للمشاهدين. مين حضرتك وكيف تتجرأ باللهجة المصرية؟ كيف تتجرأ تحكي معي؟ حقيقة أنا يعني كنت في موقف لا يحسد علي، فكنت على وشك القول إنه أنا ليه يا أختي، أنا هو أحمد إسماعيل هو اللي ورطني، يعني أنا ليه؟ ف بنفس الوقت قالت أنا حبيت أمزح وأهزر معك باللهجة. تحية لمصر ولروحهم المرحة وللفكاهة المصرية. إذا كنت تسمعيني أنسة صفاء يسعدنا. أرجو الأستاذ عبد الباقي الأخوة في الكنترول، أعتقد لدى الكاتبة المصرية الأنسة صفاء، إذا ممكن تستعيني بسماعات، ربما الصوت عندك مغلق. الصوت مغلق. الصوت مغلق عندك الأستاذ الصفاء. الصوت مغلق. نعم. حسنا. أستاذ أحمد لنعد ريثما يتم حل هذه المشكلة. الكنترول خلي كله يضغط على نعم. وإلى ذلك لنستغل الوقت. نعم. تتردد في كتاباتك. أنا بس أريد أوضح أنه موضوع التراث عفوا التاريخ، كتبت نصوص في التاريخ الكردي من البرزاني، قاضي محمد، جلال بدر خان، واللي سميت التاج الذهبي، جمهورية مهاباد. نعم. كل هذه المواد تناولتها بصياغة وقدمتها في نصوص أدبية. شكرا. نعم. سنتطرق إليها أيضا، لكن ريثما تتم حل مشكلة التقنية لدى الكاتبة صفاء، لدي سؤال أيضا. تتردد في كتاباتك نبرة الحزن وصيحات الرفض والثورة بهذا الشكل أو ذاك، حتى في نصوصك الكوميدية بالمناسبة. ماذا لو عاد بك الزمن إلى الوراء؟ هل كنت ستكتب على نفس الإيقاع، وخاصة وأنت تشاهد ما آلت إليه الثورة؟ لدي سؤال. نعم. أنا يعني لا أريد، أنا طبعا نبرة الحزن والقهر، أنا ابن شعب مقهور، وأنا كنت مقهور. يعني أنا أيضا في حياتي أيضا عشت يتم مبكر وقهر ومعاناة مثل شعبي. يعني أنا صورة مصغرة عن هذا الشعب المقهور والحزين، فكان من الطبيعي أن ينعكس كل هذا القهر في كتابات، يعني بشكل أوتوماتيكي، رغم أنه أنا كنت منتبه إلى هذه المسألة، ولكن لم أكن أو أكون أوجه كتاباتي إلى هذه المسألة. بقت كنت أعالجها المعالجة كانت هي الأساس عندي. الثورة يا سيدي، هناك من يقول دائما أنه الثورة تحولت إلى خراب وإلى مسلحين وإلى شتى كما نقول وإلى وإلى وإلى. نعم، ولكن الثورة بنظري التي قمنا فيها هي، والمطلب هو ما حدث أن الذين دخلوا على الخط وركبوا موجة الثورة هؤلاء ليسوا ثوار، هؤلاء جاءوا ينتقموا، هؤلاء جاءوا طائفيين، جاءوا كيديين، خربوا الثورة. الثورة ظلت في نفوسنا، في عقولنا، ستستمر ما دام القهر موجود، ما دام الظلم، وسأظل أستمر أكتب إلى أن يتحقق طموح الشعب، أن تتحقق الكرامة والحرية للناس. أما هؤلاء الذين أساءوا إلى الثورة فهم جاءوا لنا من كهوف التاريخ، أصحاب اللحى والمسلحين، هؤلاء لا يمثلون الثورة. لا يمكن أن تكون الثورة هي العودة إلى الماضي، لا ترجع. ليس الثورة دائما هي إلى الأمام، وهؤلاء يريدون أن يعيدوننا إلى الماضي للأسف الشديد. لذلك أنا إن امتد بي العمر فسأظل أكتب عن مطالب الناس، عن الحرية، عن الكرامة، وضد هؤلاء المسلحين أو الراديكاليين. نعم. أتمنى لك العمر الطويل صديقي. الأستاذة صفاء البيالي، لا أدري هل تسمعني؟ تسمعوني؟ أسمعك
تمام تمام. اسمعك جيدا الآن. يسعدنا انضمامك إلنا. أعزائي المشاهدين، الأستاذة صفاء البيلي، الكاتبة والباحثة المسرحية المصرية طبعا، ومديرة ومؤسس موقع المسرح نيوز. نرحب طبعا بكم باسمي وباسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا. كما نرحب بكم باسم قناة قيس تي في، ونود هنا أستغل الفرصة أن نبارك لكم نجاح عرض مسرحيتك جنة هنا التي قرأنا عن عروضها. أتمنى لكم طبعا دوام الإبداع، وأود هنا أن أسألكم بداية عن دور المسرح في تعريف الآخر بهوية الشعوب. جميل، أشكر حضرتك على هذه الالتفاتة، وقبلها أشكر حضرتك على استضافتي، لأن يعني أتكلم عن قامة عظيمة زي أستاذ أحمد إسماعيل وأنا لن أوفيه قدره ولن أوفيه حقه، فهو يستحق حلقات وحلقات، لأن تجربته ثرية وكبيرة جدا. يعني بالنسبة للعرض المسرحي هو اسمه جنة هنا وليس جنة هنا، جنة هنا. أشكرك برضو على التهنئة ربما باستمرار العرض. أعتذر. تفضلي. نعم. جنة هنا الحمد لله هو الآن يجوب محافظات مصر لكي يرى المواطنون في الأقاليم، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لسؤال حضرتك كيف أن المسرح يعني يعمل على تعريف الشعوب بعضهم البعض بتراثهم وأفكارهم، أنا بقول لحضرتك فعلا هو المسرح هو ذلك الرابط الذي يقوم بهذا الموضوع ببساطة شديدة وبانسيابية شديدة، لأنه المسرح بيكون في أبهى صوره. يعني حتى المسرح اللي بيعتمد على الكلام المكتوب أو النص المكتوب، حينما يعني من الألف إلى الياء لما يراه المشاهد بالصوت والصورة والديكور والملابس وما إلى ذلك، حتى إذا اختلفت اللغة فهو يشعر ويحس. يعني يقال أن المسرح لغة عالمية لهذا السبب، لسبب أن ليست اللغة المنطوقة هي التي تعبر فقط وهي التي توحي فقط، ولكنها كل مناحي أو نواحي أو عناصر العرض المسرحي الأخرى. فربما تجد عرضا مسرحيا يعني بلغة أخرى غير اللغة العربية، ربما بالكردية، والذين لا يفهمون الكردية يتأثرون بالهمسة والحركة والثياب والإيماءة وما إلى ذلك. لذلك فإن المسرح بالفعل هو لغة عالمية. أستاذ أحمد، نشر في موقعكم المسرح نيوز اللي حضرتك بتترأسيه نصوص كثيرة إضافة إلى مقالات موجهة للطفل. السمات البارزة، يعني ما هي السمات البارزة في كتاباته من ناحية الأسلوب، المواضيع لنقول، أو المعالجة؟ الحقيقة أنا عايزة أعترف لحضرتك دلوقتي والأستاذ أحمد إن إحنا بنستغله في موقع المسرح نيوز استغلالا يعني جميلا واستغلالا بريئا. حقيقي تابعي. القراء في المسرح نيوز بيهتموا جدا بكتابات أستاذ أحمد إسماعيل، ونسبة القراءات لموضوعاته بتكون عالية جدا، من أعلى نسب القراءة في الموقع، وده إحنا شفناها بتبان فقط لمشرفي الموقع، ما بتبانش للقارئ العادي. يعني ليه بقى؟ لأن أحمد إسماعيل بوصفه يعني كاتبا فهو كاتب مهموم. الكاتب المهموم يجب أن تتوقع لماذا يهتم به الناس، لأنه يعني أولا بيهتم بقضاياه هو، سواء كانت على المستوى الشخصي جدا الضيق المحدود الأنا، وبعدين بيفتح على العالم اللي هو الكون والوطن وما إلى ذلك. طبعا في ثمة فروق يعني في تعطيل الكتابة، سواء فيما يقدمه بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للكبار، لكن المفاهيم بصراحة هو دائما ما يؤكد على مفاهيم المواطنة، مفاهيم الوطن، مفاهيم الثورة، مفاهيم الانتماء، الحب، الحرية. هو مهموم بهذه
الافكار الانسانيه الكبرى اللي هي بالنسبه للطفل طبعا بتنميه وبتحسسه بقيمته كانسان، انه حينما سيكبر سوف يكون انسانا له كيان وانسان له افكار وانسان، يعني ان تربية الطفل بالشكل العقلي الذي يكتب به أحمد إسماعيل بتيسر وجود بني آدم أو إنسان قادر على أن يقود ثورة ضد الظلم، ثورة ضد الفقر، ثورة ضد عدم المواطنة، عدم إحساسه بالمواطنة وما إلى ذلك. هو في حقيقة الأمر أيضا هو يتعامل مع الطفل على أنه في كتاباته للطفل سواء كان في المسرح أو في القصة القصيرة أو حتى على المستوى النقدي، لأنه هو عامل كتاب مهم جدا سأتحدث عنه في وقته، بيتكلم فيه عن كيفية الكتابة لمسرح الطفل. هو يحترم الطفل جدا. العفو. لدي سؤال أيضا بهذا الخصوص، أعتذر على مقاطعتك. هو الكتابة، يعني شروط الكتابة أستاذ صفاء، شروط الكتابة للطفل هو أن يحترم المبدع الذي يكتب له الطفل وشخصيته. هنا ولقد كرر الأستاذ أحمد ذلك مرارا بأنه التزم بهذا الشرط. كيف حقق أستاذ أحمد الشرط في الكتابة للطفل على مستوى بناء الشخصية أو المعالجة، كونك تطرقت إلى هذا الموضوع؟ نعم. جميل. بص حضرتك، احنا ممكن جدا نرى هذه الجدية وبجدية شديدة جدا ازاي تعامل مع الطفل في نصوصه، سواء كانت النصوص القصصية للطفل او اللي طبعا بيحط فيها خبرته الواسعة كأب وكمعلم مارس التربية او قرأ الفلسفة او علم النفس. يعني انا لما بقرأ نصوصه قرأت له كثير من النصوص اللي سواء اتنشرت في كتب او اتنشرت في مجلة ماجد. هو يعني بيستلهم التربية، هو لا يهدف الى التلقين ولا الى الارشاد اللي بيحصل في كتير من المدارس طبعا، وده آفة كبيرة جدا، لكنه بيحاول ان هو يزرع جوه الطفل مجموعة او الفتى، لانه برضو يعني من الكتاب الشطار جدا اللي بيميزوا الفئات العمرية بالنسبة للكتابة، ودي مهمة جدا بالنسبة للطفل. يعني بيحاول ان هو يدخل يعني او يعني يعطي للطفل مجموعه من القيم ومن العادات اللي بيكتسبها بعد قراءه القصه او المسرحيه، او يتخلى عن مجموعه من القيم والعادات السيئه اللي بيشعر انها غير صالحه لاستخدامه بعد ما يقرا القصه. يعني مثلا بيزرع فيه مثلا روح الصدق، الانتماء للوطن، زي مثلا موجود عنده في قصه اسمها رفع العلم تقريبا، بيصور الطفل، بيصور عقله، بيخليه اكتر وعيا، بيدرك كل ما حوله، بيديه الفرصه ان هو يتعامل مع الاشياء بشكل اقرب الى الصواب، ولا نقول الصواب حتى لا يعني نصادر حريه الطفل. فهو فعلا بيعطي للطفل حرية التلقي، وأن يعني يحدث نوع من أنواع الحوار ما بينهم، ودي الكتابة الناجحة على فكرة يعني. نعم، شكرا. لدي سؤال أيضا، سؤال أخير. مرحبا. مصر كانت عنوان أول للصحافة الكردية في العالم العربي. حضرتك أتصور مطلع على الآن السؤال، وبعد حوالي قرن من الزمن، ما السبل للتجسير بين الثقافتين المصرية أو العربية طبعا ككل، رغم أن هناك محاولات فردية هنا وهناك في هذا الإطار باعتقادك؟ أنا في اعتقادي أن المحاولات الفردية هي الأجدى نفعا يعني إلى الآن، طالما أن ليست هناك محاولات جماعية أو محاولات دولية لإذابة هذا الجليد. فالمحاولات الفردية بتحاول إذابة جليد البعد والجفاء الثقافي، لكن أنا شايفة أن هو من المهم أن يحصل تلاقح ما بين يعني أو تبادل ثقافي، أولا عن طريق نسف حاجز اللغة. يعني اللغة أن يحصل بقى ترجمات من العربية مثلا إلى الكردية إلى ما إلى ذلك، أو من الكردية إلى العربية،
يحصل تبادل ثقافي ومعرفي، مش بس في مستوى الثقافة والفن، لا في كل المستويات، مع اعترافنا الكامل بأن اللي له القدرة قوي على أن هو يزيل هذه المساحات الجليدية ومشاعر يعني التلاقح والتعامل، اللي هي أكتر حاجة بتقدر تؤدي المسألة دي هو الفن والمسرح يعني. شكرا لحضوركم معنا، وأكرر باسمي وباسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا. أنا كنت أتمنى قبل ما تقفل حضرتك، كنت أتمنى أتكلم عن تجربة الأستاذ أحمد في كتابة المسرح. يعني أنا يعني معظم كتاباته أنا قرياها، فأنا كنت حابة لو أن هناك دقائق قليلة يعني لك كامل الحرية نتشرف. الهم لا، لأن أنا فعلا يعني أشعر أن يعني هذا الرجل الكاتب لم يأخذ حقه كفاية من الدراسة، يعني يجب أن تقام في رسائل دكتوراه وماجستير. أنسة صفاء يشرفنا، لك نعم. كامل الحرية، ولكن الصبح يعني أنت كذا ما استرجيت بصراحة، يعني ما الصبح يعني بهدلتينا شوي، فأنا لذلك ما تفضلي. انا دايما انا عندي انا استاذي العزيز الاستاذ احمد يعرف ان انا عندي نص مسرحي اسمه امرأة عنيفة، فهو دائما يوم يطلق علي امرأة عنيفة، لكن اللي بيعرفني بعد كده بيلاقي ان انا اطيب يعني حد في الدنيا والله يعني. فيعني معذرة. الله يخليك الله يخليك. هو انا بعتقد ان الكاتب الاستاذ احمد اسماعيل في كتاباته عموما بيحضر الهم الانساني العام، وده شايفه ان زي ما احنا بنقول المثقف العضوي هو المثقف الذي يحمل هموم مجتمعه ومشكلاته، ايضا الكاتب العضوي هو الذي يعني يعبر عن قضايا وطنه وانسانه. أنا في اعتقادي إن الأستاذ أحمد اسماعيل لا يقل أهمية مع فارق التشبيه عن مثلا مرحوم سعد الله ونوس، وهو طبعا بل يزيد على ونوس إن هو اهتم بقضايا الكرد. يعني مثلا سعد الله ونوس اهتم بالتراث وعمل موازنة بينه وما بين الواقع، لكن أستاذ اسماعيل عمل برضو نفس المسألة، يعني هو اشتغل على التراث الكردي بالذات، وهنلاقيه ده موجود في نصوصه واضح جدا جدا. المجموعه اللي هي بتاعت شامندو تقريبا، عندما يغني شامندو او شمدينو، انا بخطأ في شويه في قراءه الاسماء برضو. انا كمان اخطأت في انا كمان اخطأت. لكن الحقيقه هو لكن الحقيقه يعني هو انتبه للقضايا المهمه اللي بيغفل عنها الكثير من الكتاب، وده يعني حضرتك لو شفته انا بضعه في مصاف الكتاب الكبار. مثلا استاذنا المفكر السوري الكاتب الكبير استاذ عبد الفتاح قلعجي، وهو ربما او بالتاكيد هو صديق استاذ احمد، يعني طبعا له تجربة عظيمة، حتى ليس فقط في المسرح وليس فقط في القصة القصيرة وما إلى ذلك، لكن أيضا هو له كتاب في الشأن السياسي لسه صادر حديثا، يمكن نزل الأسواق لسه، اللي هو في تشريح الخيانة. حتى حضرتك تخيل كلمة تشريح الخيانة كيف يعني عن طريق مجموعة من المقالات السياسية البسيطة الموجهة للرأي العام البسيط، كتبت بلغة سهلة جدا بيعبر فيها عن قضايا الوطن بالذات اللي بينتمي إليهم الكرد. بقول إن أستاذ أحمد اسماعيل هو مهتم ومهموم بهذا النوع من الفكر، محمل به اللي هو بفكره قضايا وطنه الكبير وشعبه اللي هو العربي، ثم بعد كده اللي هو هندخل نبقى أكثر تحيزا شوية، وأنا بقولها تحيزا لأن لازم كل واحد مننا يتحيز لما يهمه أو ينتمي إليه اللي هو الكرد. بتلاقيه عبر كتاباته اللي أنا قريتها له كلها دائما ما يركز على الإنسان المقموع، هذا الإنسان المقموع، سواء كان هذا القمع من السلطة أو من العادات والتقاليد أو من الفقر، الإنسان المظلوم الذي لا يجد مفرا من مواجهة مصيره.
وهذا المصير هو مصير مظلم، اما في المعتقلات او في السجون او ما بين المقابر. بتلاقي شخصياته اللي عانت من الظلم وان افكارها اتدهست وكرامتها اتدهست بسبب افكارها الثوريه، لانها كانت بتحاول تدافع عن عقلها وعن مقدرات وطنها. بتلاقي نفسها قد تحولت الى السكر. يعني حتى الناس اللي هم المجاهدين بالقلم وبالفكر، اللي بيوزعوا المنشورات وبيعملوا كذا، نهايتهم عند احمد اسماعيل في المقابر او ان هم سكرانين. ليه؟ يعني انا برضو شفت لها تخريجه. يعني السكر هنا ليس بغرض العربده، ولكنه هروب من الواقع المدمر اللي هم عايشين فيه. بيحاول ان هو يبتعد تماما عن هذا الواقع المخاتل الذي يعيش فيه ولا يشعر بكرامته ولا بانسانيته. لو حضرتك بصيت لمجموعه عندما يغني شمدينو او شميدنو استاذ احمد يطلع لي، هم 3 نصوص تقريبا في المجموعه، اللي هو موت الحجل وعندما يغني شمدينو، والمسرحيه الاخيره اللي هي المسرحيه مستمره او لنمثل مهباد. المجموعه دي بتبين قد ايه احمد اسماعيل مؤمن جدا بقضيته تجاه الكرد، وعارف جدا بتفاصيل المجتمع الكردي، بتراثه، بمفرداته اللي بدت في استخدامه حتى الاسماء الشخوص والقرى والمدن والاغاني الشعبيه والالعاب والامثال. عبر عن الموت مثلا ببراعه. الموت عنده هاجس مستمر، مش عارفه دايما يموت ابطاله، لان ربما ان الملائكه لا يعيشون على الارض. يعني الملائكه الذين يحملون فكرا، مش ملائكه بالمعنى الايديولوجي يعني. وده حكايه الموت والهاجس المستمر بتاعه مسيطر جدا على هذه المجموعه. فالموت هو الظهير الاساسي والسمه العامه للمجموعه دي. الاول موت الحجل، فيها طبعا اتعرض للاباده العرقيه لقرى كامله ومحاوله الهروب بقى من ناحيه لناحيه عن طريق اسلاك، يعني اللي كان بيحوشهم اسلاك شائكه، متفجرات. لما تبدا النص تقرا النص مثلا، ربما تشم رائحه انتصار في اللغه، ربما تشم ان هناك حب ما بين الفتاه الفتاه التي عبرت لزوجها الحدود، لكن في النهايه تجد نفسك مكبل ايضا بالموت. موت الفتاه وموت زوجها، حتى ان الجنين يحدث اظلام على صوت الجنين في نهايه النص. يعني هو دائما ما يصدم القارئ، حتى في عندما يغني شمدينو. النص من النصوص اللي هي نوعيه الديودراما، زوج وزوجه كبار في السن، وصلوا من العمر يعني ارذلوا زي ما بيقولوا، لكنهما يتذكران كلما تذكر الجوع والعطش والالم وفراق ابنهما العاق، اللي هو دائما ما يقول لها ابن الكلب الذي لم يفعل فينا كذا، ابن اللي مش عارفه ايه هو. وتجد ما بين الوقت والآخر كلمات تشارك أن هناك سوف تكون نهاية جميلة، مثلما يتذكر العجوز أيامه الفائتة مع فاتي، يعني شمدينو مع فاتي وأحلام الصبا وإزاي إن هم كانوا بيحبوا بعض وما إلى ذلك. تأتي في النهاية تجد كلما زاد الخناق على هذا الرجل العجوز وهو يتحدث مع زوجته، تجد مكان الحوار نقط. عليك أنت أيها القارئ أن تتوقع أو تتخيل أو تتصور ما الحوار الذي أو ما الكلام الذي كان يقول ذلك الزوج لزوجته. يعني أو مثلا تتخيل أن كلما زاد الخناق يغني هذا الرجل. يعني هذا الغناء هو قمة الرعب، قمة المأساة، قمة السوداوية، العبث أيضا. يعني هو كمان شغال جدا على مسألة العبث بشكل بديع. يعني هو يعني أبدع في استخدام العبث. يعني مش عارفة اللي بيساعد إن توصل أفكار أحمد إسماعيل للقارئ، اللغة الشعرية الجميلة التي يعبر بها عن أفكاره. وأنا بدور على النت في مرة من المرات أنا لقيته بيقول أن قال جملة جميلة جدا عن كتاباته، وأنا الآن أقف معه
أعاضده على هذا الكلام. هو قال أن ربما أن النقاد يعني أو صناع المسرح لا يجدوا في مسرحه ما يجعلهم يقدمونه، لأنه يقدم تراجيديا، بيقدم صورة سوداوية، بيقدم الحقيقة ناصعة. أما القارئ المتفهم العاقل الذي يريد أن يعرف الحقيقة فيجد نفسه عند أحمد إسماعيل، لأنه لا يميل إلى الكوميديا. حتى لما بيعمل كوميديا حضرتك بيعملها كوميديا ساخرة، بيعملها كوميديا سوداء مش كوميديا عادية. النص الثالث اللي هو في المجموعة بتاعت شمدينو اللي هو الممثل مهباد، برضو هو بيركز على نقطة جميلة جدا، بيقول إذا أردت أن تمثل فلتمثل حقيقتك. هذا ما فهمته من النص. استخدم زي ما قلت لحضرتك في تيمة العبث في النصين الأولانيين. أما في النص الثالث الممثل مهباد استخدم مسألة المسرح داخل المسرح لبرنديلو، اللي هو أهم حاجة فيه كان 6 مسرحيات تبحث عن مؤلف. اديني 5 دقيقة واحدة كمان بس هتكلم عن المجموعة الثانية، لأن أنا بصراحة أنا أقع في محبة نصوص أستاذ أحمد إسماعيل. يعني مجموعة ليل القرابين من أهم النصوص اللي أنا قريتها عربيا، اللي بتتكلم عن برضو القهر وعن الظلم وعن استعباد الإنسان، وإزاي هو يحاول أن يتخلص من هذا القهر. الكاتب أحمد إسماعيل مسكون بالوجع، ويمكن فاتني الجزء اللي أنا قلت إن أنا هقول إن هو قريته في حوار من حواراته، إن هو بيقول إن يعني أن أحد أقاربه قد حفر له قبرا لأنه كان هو مولود يعني أنات كثيرة، وهذا الأنين بالرغم من أنه كبر وأنه يعني الحمد لله يعني شفاه الله، إلا أنه في النهاية ما زال يلازمه هذا الأنين فعلا. تجد صدى هذا الأنين في نصوص أحمد إسماعيل، يعني إنسان أو كاتب مسكون بالوجع. في ليل القرابين، مجموعة ليل القرابين، أول نص يطلعك ليلة السجين السعيدة، ويا أستاذ أحمد لم تكن ليلة سعيدة أبدا. يعني هي يعني ليلة العرس ما بين الزوج والزوجة، يعني هذا الرجل سجين الرأي الذي دافع عن رأيه دائما ووقع يعني في معاناة، هو يبحث عن حريته وحرية وطنه ويقع سجينا ويتعرض يعني لأبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع يعني الأرق والتعب، اللي هو أرام وشهناز. يعني حتى الأسماء أهو، يعني الأسماء أنا أعتقد أنها أيضا من الموروث الثقافي اللي بينتمي إليه أحمد إسماعيل. في متواليات، مجموعة من المتواليات 1 2 3 4 غير المجموعة الثانية كانت مجموعة من اللوحات. هذه المتواليات كلها من أول متوالية لحد آخرها في كل نص مسرحي بيخليك تصعد معاه، اللي هو إيه، صعود الحوار لحد ما يفجر لك في النهاية ما يحدث. يعني في هذا النص الأول ليلة السجين السعيدة، في النهاية كأن هذان الزوجان يعيشان في قبر يشمان رائحانتنا. طوال النصوص تجد ما يسمى بجلد الذات، يجلد الذات. حتى في النص الثاني اللي هو القربان جودي، هذا الشاب البسيط ماسح الأحذية في الميدان، والمحقق الذي هو مصر أن جودي هو الذي يعني أطاح بتمثال مولانا، تمثال مولانا أو تمثال الوالي يعني، وحطمه. يعني أي عبث. فيقسم هذا الجودي أن الذي فعل ذلك هو الرياح العاصفة أو العواصف. أبطال أحمد إسماعيل أبطال معذبون كلهم، أبطال بيتعرضوا للتحقيق، أبطال يعني حتى لما يقول مثلا إيه سينتقم الله منهم، يقول له إمتى ربنا ينتقم منهم؟ يعني لن ينتقم الله منهم إلا إذا هبت عاصفة أخرى. يعني جودي هو بالنسبة لي أنا كقارئة هو المواطن الشعب الذي في نهاية النص درج بالدماء لكي يكون أو لكي بعدما قدم قربان لتمثال السلطة أو تمثال الحاكم.
في أي عبث، يعني أي عبث ممكن إن احنا نشوفه. النص الثالث هو مصير أيضا، مصير ما بين كلبين أسودين والسكير أيضا، وحارس للمقابر. المقابر على فكرة يعني مكان مشترك عند أحمد إسماعيل في نصوصه. المقابر مكان مشترك، السكر يعني حالة مشتركة. يعني في نهاية نص المصير يعني تجد أن أيضا مصير هذا الإنسان تم تقطيعه وتم المتاجرة بأعضائه. هذا ما وصل من النص. هناك نصين آخرين ختم بيهم الكاتب الكبير أحمد إسماعيل المجموعة بتاعت ليل القرابين، نصين مونودراما، اللي هو نسرين، والنص الآخر عجوز في الغابة. نسرين هي محاكمة، هي كأنها هذه الحياة التي نعيشها في محاكمة. تعتقد أنك دائما محاكم، ثم في النهاية أنت تعيش على مسرح، على خشبة مسرح الحياة، ثم ما بعد ذلك ربما نكون مخطئين ونكون نحن يعني في مستشفى مجانين أو ما إلى ذلك. يعني من خلال نسرين اللي هي أيضا بتكلم أمها في التليفون طبعا، وهو بيستخدم ببراعة، لأن الماجستير بتاعي في المونودراما، فهو بيستخدم حيل المونودراما، لأن المونودراما دي فن العزلة وفن الاغتراب، ويلجأ لها دائما الكاتب لكي يعبر عن جوانيات الشخصية اللي هو بيتكلم عنها. ونسرين هي الشخصية التي عانت من ويلات الحروب، وعانت من الآلام ومن مشاعر متضادة كثيرة. بتتكلم عن طفولتها في قامشلو، وقامشلو هي عشق أحمد إسماعيل الذي دائما ما يكتبه ودائما ما يتغنى به. هي أيضا كانت من في طفولتها كانت من الطلائع الباعث. نسرين هي تظهر على خشبة المسرح عجوز، لكنها لم تبرح ال9 سنوات يعني من عمرها، لكنها التعذيب أيضا يشعر الإنسان بالعجز، أو يعني يشعر الروح، أو يحول الروح من إنسان، من شاب إلى، أو من طفل إلى عجوز. الهجرة التركية لم يعد، لما يعني هي جملة هذه الجملة اختصرت ما يريد أن يقوله، ليس فقط في هذا النص نسرين، ولكن في يعني بيعبر عن، أنا مش عايزة أقول عشان ما بقاش مغالية، إن يعني دول كتير من العالم العربي، كل ده بلسان حال كل واحد فيهم، الناس اللي هي يعني لديها عقل وتفكر، لم يعد هذا البلد صالحا للعيش بكرامة. هذه الجملة نضع تحتها عدة خطوط. فعلا الكثير من الأوطان لم تعد صالحة للعيش فيها بكرامة، وهذا ما جعل أن هناك هجرات غير شرعية. وحضرتك تعلم أن يعني الهجرات غير الشرعية ما الذي يحدث فيها، وهو عبر عنها ببراعة، وهذا السواد الذي يحدث، وهذه البحار، وكيف أن الأب مات والأم شعرت بموته أو حست بموته، وإن إزاي بيحصل انفراط لعقد الأسرة وعقد الإنسانية عموما. الرعب اللي كان بيصيب المهاجرين، والجشع اللي كان بيمتاز بيه أو بيتسم بيه المهربين. في النهاية نسرين هذه، أو الإنسان هنا، مش نسرين كفرد، يعني الإنسان هنا، أو الإنسان العربي هنا، أو المواطن السوري هنا، أو المواطن الكردي هنا، أو المواطن الأنا هنا، هو لم يكن في محكمة، لم يكن في مسرح، لم يكن في مستشفى مجانين، لم يكن في مقبرة. هو يعني كانت أين لا أدري، ربما في اللا مكان، في اللا زمان، لكنها في وطن لا يستحق العيش فيه، لأنه ليس فيه كرم. حتى المونودراما الأخيرة اللي موجودة في ليل القرابين، اللي هي عجوز في الغابة، أيضا تحولت الدنيا إلى غابة كبيرة. أنا انتهيت. أستاذ صفاء، أنا كان نفسي أقعد أتمنى أن أنا أتكلم أكثر عن، لكن سنستضيفك ونتشرف في القادم من الأيام ويسعدنا. لكن حابب أقول لك، أوصل رسالة لحضرتك. أنت اليوم تعديتي علي مرتين،
في الصبح مرة، والآن أنهيتي كل الموضوع. لا بل أعتقد حتى أستاذ أحمد لم يعد لديه أي شيء يحكي. فأنا كمحاور هون انتهيت وأنهيت دور أستاذ أحمد. شكرا لحضورك البهي معنا. انا اعتذر والله، بس حضرتك ما وجهتليش اسئله تاني، لكن هو استاذ احمد انا بقول رايي، لكن استاذ احمد ممكن يكون له راي مغاير. يعني هو ليس احتفاء حقيقة، ولكنه هو يعني هذا أقل من حقه. هو يعني أنا كنت مجهزة حاجات في رأسي أتحدث عنها يعني في الناقد. هو ناقد كبير أيضا وله كتاب على فكرة قبل ما أختم. هو له كتاب يعني ليس للأطفال، هو يعلم، وأقول يعلم كتاب الطفل كيف يكتبون مسرحا للطفل. يعني اللي عاوز يكتب مسرح طفل كويس يقرا، فهو فيه كل ما يستطيع او كل ما يحتاجه كاتب المسرح للاطفال في سنهم المختلفه، بيعرفوا وبيعلموا، وبدون ما بيقولوا ان انا بعلمك، وبدون ما بيقولوا ان انا بعرفك. هو لا يقوم بدور المعلم، ولكنه هو بيقوم بدور الوسيط ما بين الطفل وما بين الكاتب. بالتأكيد. أشكرك، وأنا بعتذر على شكرا لكم ولشهادتكم ونفتخر بكم، وسنكون سعيدين نستضيفك في حلقات مقبلة. شكرا لحضورك البهي، وتحية لك وللشعب المصري الذي تربطنا في علاقات صداقة ثقافية، علاقات ثقافية تاريخية. شكرا لكم ولحضورك. شكرا استاذ على هذه الشهادة التي أعتز فيها جدا. ألف شكر لك. الله يخليك. شرفتينا اليوم كثير، حضرتك تستحق أكثر وأكثر. حديثك يعني إن شاء الله نستاهل. الله يخليكي. سلمكم. الله يسلمك. ألف شكر لك. شكرا جزيلا. أستاذ أحمد، لنعد إلى الموضوع. شكرا، أعيد وأكرر، حقيقة شهادة نفتخر بها لكاتبة مصرية مرموقة، وبنفس الوقت مديرة موقع ومؤسسة موقع المسرح نيوز. حقيقة شهادة نفتخر فيها. شكرا لحضوره. في ظل موت الكلمة في المسرح أستاذ أحمد، في ظل موت الكلمة ونهوض الرواية بقوة، لماذا بقيت في حقل المسرح ولم تغادر لنقل للحراسة في حقل الرواية كما فعل ويفعل غالبية الكتاب زملائك اليوم؟ يعني طبعا أنا كمان أكرر الشكر للأستاذة الكاتبة الكبيرة صفاء البيري. هذه شهادة ليست لأحمد إسماعيلي لشير، وهي صديقة شعبي أيضا. ألف شكر لك سيدتي. بالنسبة لموضوع لماذا بقيت في حقل المسرح ولم أغادره إلى حقل الرواية، أليس كذلك؟ نعم هذا كان سؤالي. نعم. أحببته حب الأول، لا أستطيع أن أغادره. أحس إن علي أكده وأبقى في هذا الحقل، أحرص في هذا الحقل. أستاذ أحمد العفو، وأنا أفهم حالة واحدة بهذا المجال. الصوت يتقطع يعني لازلت. نعم، الصوت يتقطع أحيانا. الآن هو واضح. نعم، تفضل. نعم. أنا أقول إنه المسرح هو الحقل الذي أنا دخلته بحب، لن أغادره. أعزائي المشاهدين، نعتذر أعزائي المشاهدين، ربما لشرف، ولست مالك المسرح، إنما أنا مجرد هاوي أدب، وهذه حقيقة دون مجاملة. نعم، الصوت أستاذ أحمد
العفو، لديك مشكلة ربما لديك مشكلة تقنية، ربما النت ضعيف عندك، الصوت لا الصوت أعرف. عم يتقطع عندك. لا، أضع أتوقع من السماعات يعني. النت. لا آه. حتى الصورة نعم. تتوقف، أعتقد المشكلة في النت، في الإنترنت. يا ريت تقدر تعالجه. إذا تفضل أستاذ أحمد، حاول. لا أعرف كيف أعالجه يعني. السبب وين العطل لا أعرف، لكن تمام، حاليا صوتي تمام. تابع نعم، تفضل. تابع، نعم. نعم عم أنا نسمع. كنت نعم، أنا كنت أنه لا أغادر المسرح لأنني أحب المسرح، لأنني عاشق المسرح بجد، لأنه الحب الأول، لأنني ما زلت أحرص فيه، ما زلت تلميذا طالبا، لم أمتلكه، أجد أنه حقل واسع كبير لم أخوض فيه كله. هذا أهم سبب. السبب الآخر، هناك مواضيع كثيرة يستطيع المسرح أن يقدمها. هناك فهم خاطئ شديد جدا يكرر دائما لي بسذاجة، بطيبة، بغباء إلى آخره، أن المسرح انتهى أمره. لكنني لدي أكرر هذه سؤال في هذا المقولة، الخصوص أن المسرح أستاذ الذي أحمد. مات. أستاذ أحمد، العفو، نعم. لدي أيضا سؤال بهذا الخصوص. نعم، تفضل. المسرح سأتركه. لماذا لم أذهب إلى الرواية؟ أنا لا أذهب إلى الرواية لأنه وجدت حقيقة. أولا لأنني كي لا أزاود على الآخرين، أنا قارئ رواية كم يعني إلى حد ما أستطيع أن أكتب إلى حد ما، ولكنني لا أريد أن أغادر المسرح أو أذهب إلى الرواية، لأن الرواية لأنها أصبحت هي مادة استهلاكية. لأنني قرأت عم يكتب قصة أو حكاية فقط ولا يكتب رواية. عندما أستطيع أن أكتب روايتي سأكتبها. عندما أجد أنني المسرح عاجز عن هذا الموضوع سأنتقل. إن شاء الله لي فقط هم أن أكتب رواية واحدة، هي روايتي، ولكن أن أنتقل بشكل أوتوماتيكي كما يحدث لدى البعض لأنها أصبحت موديل، فهذا أعتقد إجحاف. شكرا أستاذ أحمد. لنتطرق إلى موضوع شائك قليلا، اللغة هي التي تحدد هوية النص. هذا ما قلته حضرتك في حوار معك في جريدة الدستور الأردنية قبل عقد من الزمن، ثم قلت في حوار آخر حديث إن الاقتصار على اللغة في تحديد هوية النص اختزال للهوية نفسها. السؤال: ماذا كنت تقصد؟ لنقل جدلا، كاتبا سويديا كتب الرواية عن لاجئ كردي، كاتب سويدي كتب عن لاجئ كردي رواية، هل تعتبر الرواية كردية؟ نعم. لا أدري إنه وصلتك الفكرة أم لا أستاذ أحمد؟ لا، نعم وصلتني. نعم. موضوع اللغة، تحديد دورها في تحديد هوية النص الأدبي. نعم أستاذ أحمد، هذا ما كنت أقصده. نعم، لا أدري إن تسمعني أم لا أستاذ أحمد. أرجو من لا أدري، يبدو أن لدى أستاذ أحمد مشكلة تقنية. أتمنى أن نعم. هل هذا هو المقصود؟ أستاذ أحمد أعيد أكرر السؤال، ربما لم تسمعه. اللغة الصوت عندك، يا ريت تفتح الصوت عندك مغلق أستاذ أحمد، يا ريت. أرجو من الزملاء في الكنترول إذا بإمكانكم تفتحوا الصوت عندك. أستاذ أحمد إذا تسمعني افتح الصوت عندك، الصوت عندك مغلق أستاذ أحمد. نعم، شكرا. السؤال كان
كالتالي: اللغة هي التي تحدد هوية النص. اللغة، حضرتك قلت في مقابلة، إن لم أكن مخطئ، جريدة الدستور الأردنية قبل عقد من الزمن، ثم في حوار آخر حديث قلت أن الاقتصار على اللغة فقط هو في تحديد هوية النص، أقصد اختزال للهوية نفسها. ماذا كنت تقصد؟ أود أن أقول، لنفترض جدلا أن كاتبا سويديا كتب رواية عن لاجئ كردي، هل يمكننا اعتبار الرواية كردية ضمن هذا السياق؟ نعم. طبعا إذا أردت الحسم، وأنا قلتها في ذلك الوقت وأكررها حتى أنهم كتبوا كلامي بضغط العريض: اللغة هي التي تحدد هوية الأدب. ما زلت مقتنعا بهذا الأمر، ما زلت أجده صحيحا، ولكن لكل شيء خصوصية. يعني المسألة ليست مسألة رياضيات. يعني أنا هنا وسعت من مفهوم الهوية، أو أعطيتها فهم حيوي غير جامد على المستوى العام ثم على المستوى الكردي. على المستوى العام تحديد الهوية لا يكون باللغة فقط. إذا السويدي كتب باللغة الكردية لا يصبح كرديا، يعني لأن هناك جملة من المواد أو العناصر الهوية، كما أنه هوية أي شيء مكونة من اسم واللغة يوم ميلاد ومكان الولادة، يعني تاريخ، الجغرافيا، الأحداث، كل هذه عناصر مشكلة للهوية. نقطها على موضوع اللغة فقط هذا إجحاف. هذا إذا كان مقبول في أماكن ودول كيانات ومنجز الأمر عندها، ممكن أن تكون اللغة هنا محسومة واللغة هي اللي تحدد. ولكن ماذا عن الوضع الكردي المتشابك والمعقد والمتداخل؟ هناك خصوصية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لا يمكن أن تلغي الكاتب الذي يكتب بغير اللغة الكردية عن الهم الكردي، عن الوضع الكردي، عن المأساة الكردية، عن الوجع الكردي، أن تلغيه بجرة قلم، أن تضعه في مسطرة أو سرير بروك روست الرجل الشرس في الميثولوجيا اليونانية، الذي كان يضع الناس إذا كان طويل على سريره، إذا كان طويلا فيقص رجليه، أو إذا كان قصيرا فيمطه. هناك هذا أتحول هذا الموضوع إلى سرير بروكروس. نحن نقول قليلا من أستاذ أحمد، أتوقع للأسف نعتذر أعزائي المشاهدين، نعتذر عن هذا الخلل الفني. أعتقد الخلل لدى أستاذ أحمد متعلق بمشكلة النت. أستاذ أحمد، هل على العموم نحن على وشك نقترب من نهاية الحلقة. كان بودنا لدينا أسئلة كثيرة، وكذلك أسئلة كثيرة من قبل المشاهدين. للأسف لم نتمكن، يبدو خلل فني حصل عند الأستاذ أحمد. شكرا لكم متابعينا الأعزاء، ونتمنى ونعتذر عن هذا الخلل الفني. حقيقة بعض الأمور خارجة عن السيطرة، مشكلة البث المباشر هذا هو. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لكل من كتب لنا. إلى حلقة قادمة، كونوا بخير.